عشت وشفت عيالي متخرجين من الجامعه، وقررت ان انا هدي كل واحد فيكم مليون جنيه يبتدي بيها حياته، وهقابلكم كمان 5 سنين واشوف انتوا وصلتوا لايه. انا عايز اشتري عربيه بمليون جنيه اتمنظر بيها، عايز احط مليون جنيه شهاده في البنك تدخل لي دخل كل شهر. هي الشقه من دي عامله كام؟ مليون جنيه يا فندم. طب عايز اشتري واحده. شايفين عربيتي يا ناس؟ شايفين انا جامد ازاي؟ دخل لي 15000 كل شهر، يعني انا ما ينفعش اصرف اكتر من 15000 كل شهر. بعد ما سقعت شقتي شويه تجيب لي كام دلوقتي لو بعتها؟ 2 مليون جنيه يا فندم. طب انا عايز ابيع الشقه دي ب 2 مليون جنيه واجيب شقتين كل واحده بمليون جنيه. معيش فلوس املى بنزين لو سمحت، حاجه لله بس عشان املى بنزين في العربيه مش لاقي فلوس. عايز اطلب اكل لو سمحت. بس السؤال، هو انتوا بتقسطوا؟ الو، الشقتين بتوعي دلوقتي عاملين كام؟ كل واحده 2 مليون جنيه يا فندم. بيعهم لي وهات لي 4 شقق بمليون جنيه، منهم شقتين هنأجرهم. بعد 5 سنين قولوا لي انتوا وصلتوا لايه؟ انا معايا صفر، وانا فلوسي زي ما هي، معايا مليون جنيه، معايا اكتر من 4 مليون جنيه. التلاته خارجين من بيت واحد. الفرق ما بين التلاته ده، بدل ما تضيع فلوسك او تخليها زي ما هي، شغل فلوسك.